ألا تعلم أنني ممنوع من دخول الإمارات؟ لا أستطيع أن أتحدث مع الإمارات لأني بيني وبينهم قطيعة، ليس بيني وبين هم اللي قال لي لا، مش ليس معقولا. أنا كنت أعلم أنك لك يعني في الإمارات يعني برامج تذاع كل أسبوع وتذاع على الناس في العالم. قلت له هذا كان زمان قبل أن تحدث الأحداث اللي حدثت في أمريكا. منذ حدثت هذه الأحداث منعت أنا وكثيرون غيري من دخول الإمارات، وتعقد يعني أحيانا اجتماعات للمجمع الفقهي وهذه الأشياء، وأنا عضو في المجمع الفقهي، أمنع من دخول الإمارات. لا أستطيع أذهب إلى يعني أبو ظبي ولا إلى دبي التي أخذت منها جائزة ب1,000,000 درهم وكرمت. لا أستطيع أن أذهب إلى هذه ولا إلى الشرق ولا إلى أي إمارة، مدينة من مدن الإمارات. فاستغرب يعني هذا. وأنا يعني الآن أقول يعني إني وإن كنت لا أستطيع أن أدخل الإمارات، ولكني أستطيع أن أحدث من هنا من هذا المنبر إخواننا في الإمارات. فالإمارات هم بشر مثلنا، إن كانوا يظنون أنهم آلهة فوق الناس فهم مخطئون. هم بشر يأكلون ويشربون وينامون ويتغوطون ويموتون ويمرضون كما تأمرض الناس ويموتون كما تموت الناس. ليس لهم سلطة على البشر أقوى من سلطة غيرهم. كل ما عندهم فلوس أكثر منهم. فلوس ربنا آتاها للناس جميعا، ليست لهم وحدهم. لا يستطيعون بالفلوس أن يتحكموا في رقاب الناس. حرام عليهم أن يضحوا بهذه الأسر. إذا كان هناك حوالي 100 أسرة يذهبوا بها يرموهم في الطرقات، أليس هؤلاء بشرا؟ إن كانوا يعملوا هذا مع إخوانهم اللي في بلادهم، فهذا لا يجوز أن يتعامل مع هؤلاء الناس، وخصوصا في هذه الظروف. هؤلاء الناس محتاجين إلى من يرعاهم، هم مكلفون بأن يرعوهم، وكل المسلمين والعرب مكلفون أن يرعوا السوريين، وهم يعملون في مجلس المجلس التعاون الخليجي، هم يعملون معهم. فكيف يرمي هؤلاء الناس ويطلبونهم أن يذهبوا؟ يعني إذا كان بعض الناس سلبوهم منهم الجنسية وتركوهم، هذا يعني في الحقيقة يعني شيء غريب. أنا أنصح هؤلاء الإخوة وأتحدث معهم بصفتي عربيا مسلما كما هم عرب مسلمون، ولي الحق عليهم، ومن واجبي كعالم مسلم أن أنصح الحكام المسلمين أن يتقوا الله في إخوانهم، في أهل بلدهم الذين يعاملهم معاملة غريبة، يمنعون منهم من يمنعون منهم. لا يجوز له أن يتحدث لا في الصحف ولا في التلفاز ولا في الإذاعة ولا أي شيء هذا. وبعضهم يسلبون منه الجنسية، وبعضهم يفعلون به ما هذا حرام. هذا لا يجوز. ليس بشأن الحاكم أن يتحكم في خلق الله. الحاكم أجير عند الناس، كما دخل يعني سيدنا أبو مسلم الخولاني على معاوية وقال السلام عليك أيها الأجير. أصحابه قل السلام عليك أيها الأمير، قال السلام عليك أيها الأجير، وكرر هذا. فقال لهم معاوية دعوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول. الحاكم أجير عند الأمة. لا يجوز للأجير أن يعامل الناس كأنهم عبيد عنده. أنا أطالب الشيخ خليفة حاكم الإمارات، والشيخ محمد ابن خليفة بن زايد الحاكم، ومحمد بن زايد نائب الحاكم، أطالبهم
بأن يتقوا الله في آخرة، والله إن هناك موتا، وإن بعد الموت بعثا، وبعد البعث حسابا وعقابا وجنة ونارا. هؤلاء عليهم أن يتقوا الله في أهل الإمارات، وفي الذين يعيشون في الإمارات لهم حق عليهم. لا يجوز لهؤلاء أن يتعدوا الحدود. الله سبحانه وتعالى يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذه قولتي الأولى، وقد أعود إلى هذا الموضوع إذا لم يحدث يعني استجابة له في مرة قادمة أو في خطبة الجمعة. نعم. الأمر الثاني